هنجيب الرمانة وبالسكينة هنشيل القطعة اللي من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هشيل القطعة البيضة اللي في النص كده بالراحة قوي. هتلاقوا الرمانة متقسمة كده لأجزاء، هتمشوا عليها بالسكينة بس ما توصلوش بالسكينة للآخر، احنا بس بنحددها بالسكينة علشان بكل سهولة نفتحها كده بإيدينا. هتلاقوها اتفتحت معاكم بكل سهولة وفكت من بعضها، وهتبتدوا بقى ان انتوا بعد ما تفتحوها كده تشيلوا القطعة البيضة اللي في النص، لأن القطعة البيضة دي هي اللي ماسكة الرمان كله. أول ما تشيلوها هتلاحظوا ان الرمان بينزل لوحده في الطبق. طيب تقدروا بقى ان انتوا تفصصوه بايديكم، او بقى في ناس بيقلبوا الرمانه كده ويخبطوا عليها بمعلقه عشان ينزل، بس انا بحب بصراحه افصصه بايدي اكتر. بس وانتوا بتفصصوه بايديكم البسوا جلافز لان هو بيغمق لون الضوافر شويه. وبس كده، ودي هتبقى اسهل طريقه تفصصوا بيها الرمان ومش هياخد معاكم وقت خالص. خلصت الرمانه كلها وتعالوا بقى اوريكم هنعمل بيها ايه. هجيب الورق ده موجود عند السوبر ماركت الكبير او عند محلات مستلزمات الحلويات. هسيح 100 جرام من الشوكولاته عليها معلقه كبيره من الزيت في الميكروويف او على حمام مائي، وهنزل بمعلقه صغيره في الورق ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وقبل ما الشوكولاته تجمد هنزل عليها بالرمان، هغرق الوش كله بالرمان، وهعمل خطوط من الشوكولاته تاني عشان الرمان يمسك في بعضه كويس. وهزينها في الاخر بشويه من الفستق، وده اختياري للون والشكل بس مش اكتر. وبعد كده بسيبها بقى تجمد خالص، وبكده هيبقى جاهز عندكم احلى شوكولاته بالرمان خطيره. الرمان فيه مزازه حلوه جدا مع حلاوه الشوكولاته، مدي تعادل وطعم حلو قوي. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ بجد شكلها تحفه، وطعمها يا جماعه خطير. انتوا مش متخيلين الشوكولاته مع الرمان طعمها حلو ازاي. الرمان ليه فوائد كتير جدا، اوعوا تضيعوا الموسم بتاعه. هتاكلوا منه وتدوه لولادكم بصفة مستمرة، لانه فعلا مفيد جدا ليكم ولولادكم. اما بقى لو ولادكم مش بيحبوا الرمان بالطريقة العادية فاكيد هياكلوه في الشوكولاتة، بس طبعا مش هنكتر قوي لان الشوكولاتة بتبقى فيها سكر وممكن يبقى بالنسبة لهم حاجة مش صحية. جربوها، انا واثقة جدا انكم هتحبوها.